النهاردة هتكلم على آخر جزء من سلسلة قصة إيجار الشيطاني. واللي ما يعرفش القصة بتتكلم على ايه يا ريت يرجع يتفرج على الجزء الأول والجزء التاني. هنا البنت بتقول لما أختها اتنقلت للمستشفى اتحسنت، بس تحسنها كان طفيف، يعني لما حد كان بيناديها كانت بتبص بس للأسف فضلت زي ما هي، ما بتتكلمش ولا حتى كانت بتتحرك. وفضلت في مستشفى المنيرة أكتر من شهر، بس الدكاترة هناك أجمعوا إن حالتها ميؤوس منها من ناحية الطب العضوي، وقالوا علشان تتحسن لازم تكمل في مستشفى نفسي. ولكن رفضنا تماما لأننا عارفين المستشفيات النفسية بيحصل فيها إيه، وكمان جوزها وأمي رفضوا لأنهم كانوا شايفين إن مستحيل يوافقوا إنها تدخل مستشفى المجانين. مستشفى المجانين وتتعامل على إنها مجنونة مش مريضة ومحتاجة العلاج. وجوز أختي حاول يخش يتكلم مع الدكاترة إنها ممكن تروح بيتها ويرعوها في البيت، وهيحاولوا يوفروا لها كل حاجة من دكاترة نفسية إلى ممرضين يجوا حتى كل كام يوم يراعوا حالتها. وبتقول إن حالتها بقت أصعب من الأول، وهنا بالفعل جابوها البيت واتفقوا مع ممرضين، وكانت الممرضين بيدوها العلاج، والدكاترة كانوا بيجوا من المستشفى بيشوفوا حالتها وبيتابعوا حالتها. وأهلها بيقولوا بعد 20 يوم من رعايتهم في البيت ابتدت تتحسن وبقت تتحرك، وبقت تحرك طرف من أطرافها، يعني ابتدت تحرك صوابعها وابتدت كمان تحرك دراعها الشمال. ولما الدكاترة النفسية اللي كانت بتيجي تتابع حالتها لو حالتها اتطورت قالوا ان احنا لازم نكمل حتى مع الدكاترة العلاج الطبيعي. عملنا كده، وبعد شهرين ابتدت تمشي وتتحرك، بسندها عشان ما كانتش برضك بتقدر تتحرك وتمشي لوحدها، واي حد كان بيتكلم معاها كانت بتفضل بصاله وساكتة وعينيها كانت بتدمع. وبتقول في الوقت ده كان جوز اختي جنبنا وقعلوا، وبتقول شهادة لله هم ما قصروش معانا من ناحية اي حاجة. وبتقول لحد ما بعد كده الوضع ما استمرش بالنسبة لتطور اختي، وابتدت حياتها تتدهور، يعني بعد كده ابتدت حالتها ترجع أسوأ من الأول تدريجيا، برغم إننا ما كناش مقصرين معاه في أي حاجة. أختها بتقول في المدة دي وهي في البيت شافت حاجة بعينها غريبة. في يوم كانت نايمة في أوضتها بالليل، والليلة دي تحديدا ما كانش فيه ممرضين بايتين مع أختها في الأوضة كالعادة، عشان في الفترة الأخيرة كانت ابتدت تتحسن. وبتقول في اليوم ده كانت أمي نايمة جنبها، وبتقول وأنا نايمة صحيت على صوت اختي وهي بتنده عليا، ولما قمت من النوم كنت فرحانة، بس لما فتحت عيني وخرجت من اوضتي ورحت ناحية الصالة شفت اللي خلاني جسمي اشعر. شفت اختي واقفة وراها الست اللي بشوفها دايما في احلامي، وكانت ماسكة ايد اختي الاتنين ومنعها من الحركة. اختها بتقول لما شافت ان الست اللي بتشوفها في احلامها دي ماسكة اختها اللي هي كانت عيانة ابتدت تتحرك وتيجي نواحيها، بس فعلا لقت جسمها كله متكلبش ومبقتش عارفة تتحرك خالص. وابتدت تحاول تقرا قرآن، بس المرة دي ما كانتش عارفة تتكلم. وبتقول لقت اختها بتعيط وبتقول للست دي خدت مني كل حاجة، والمرة دي عاوزة تاخديني، انا تعبانة. لحد ما الست دي حطت ايديها على بقها لحد ما حست ان اختي هتتخنق، وبتبصلي وكانها بتقولي الحقيني. وانا في نفس الوقت ما كنتش عارفة اتحرك، وما كنتش عارفة انا بحلم ولا ده حقيقي. وكمان بتقول انا ما كنتش قدامي حاجة غير اني اقرأ قرآن، وفعلا ابتديت اقرأ قرآن بس في سري، وقرأت كل اللي اعرفه لحد لما لقيت عيني فضلت تقف وتقفل واحدة واحدة. ولما فتحت عيني لقيت نفسي نايمة على السرير. وقتها اتأكدت اني كنت بحلم، وبعد كده قلت اخش اطمن على اختي، ودخلت وبفتح الباب كده لقيت اختي واقعة على الارض ونايمة واخدة شكل الجنين، وكانت حاطة ايديها على وشها وكانت بتعيط. وبتقول انا قعدت افكر، وفي اللحظة دي انا لما لقيت اختي بتعيط ونايمة على الارض واخدة وضع الجنين، انا قعدت افكر اختي قامت ازاي وهي ما بتعرفش تتحرك غير بيا، وماما كانت نايمه جنبيها وازاي ما حسيتش. وبتقول انا حاولت اطبطب عليها واهديها بس كانت بتعيط وبتتشنج، ولقيتها عماله تشاور لي على مكان معين في الصاله، وانا قعدت ابص
بس ما لقيتش حاجة. انا ابتديت اصحي ماما عشان نحطها على السرير. ماما لما شافت كده ابتدت تلوم نفسها وتعيط وتقول انا ازاي ما حسيتش بيها، انا ازاي ما حسيتش ببنتي. وفضلت في اليوم ده سهرانة جنب اختي انا وماما لحد ما النهار طلع. وبعد كده لبست ورحت الجامعة، وكان ساعتها عندي امتحان. ولما رحت الامتحان معرفتش احل اي حاجة لاني كنت قاعدة في الجامعة وكنت مركزة وبفكر في اختي بس. وفي اللحظة دي قابلت صاحبتها، وبعد كده حكت لصاحبتها على كل اللي بيحصل والست اللي بتشوفها في احلامها. صاحبتها اول ما سمعت كلامي ده قالت لي انا اختي مربوسة وان حد عمل لها عمل، وقالت لي كمان انها تعرف شيخ كويس بيعالج بالقرآن وكمان بدون اي مقابل. ولما سألتها هي تعرفه منين قالت لي انه صاحب والدها وانه ممكن تخليه يجي عندنا البيت لانه بيعالج حالات كتير في بيوتهم بالقرآن زي ما قلت لك وبدون اي مقابل. بصراحة اليأس والحالة اللي كنت فيها انا واهلي خلوني وافقت بدون نقاش، ووافقت ان الشيخ ده يجي عندنا البيت، وفعلا ده اللي حصل. بعد يومين كانت صاحبتي قدرت تخليه يجينا، وفي اليوم ده جوز اختي كان موجود وماما طبعا كانت موجودة. وعاوز اقول لكم ان الشيخ ده جه بعد ما خد موافقة من ماما وجوز اختي وحتى عمي ومرات عمي اللي ساكنين معانا في نفس البيت. المهم ان الشيخ ده لما جه البيت وانا شفته وشفت وشه حسيت براحة غريبة، وكنت حاسة كمان انه بإذن الله هيشفيها وهيكون سبب لو جزء بسيط في ان اختي حياتها ترجع زي الاول. واللي حصل بعد كده خلاني يئست من كل حاجة اكتر واكتر. ولو تقول لي يئست ليه فانا هقولك لان الشيخ ده لما دخل اوضة اختي وبدأ يقرأ عليها ايات من القرآن وبعدها رؤية شرعية، اختي ابتدت تتشنج وصوت الانين اللي كان بيخرج منها بدأ يزيد ويعلى لحد ما جسمها ابتدى يظهر فيه علامات زرقاء. دراعاتها ورجليها ابتدت يظهر فيها تجلطات دموية او اثر كدمات بسيطة، او محدش لاحظ غيري انا وجوز اختي اللي كان واقف ورا الشيخ اللي كان مكمل قراءة قرآن، واختي ما بيصدرش منها اي رد فعل غير بس صوت انين. استمر الوضع كده لدقايق معرفش قد ايه، بس كانوا تقريبا حوالي ربع ساعة. وبعدها الشيخ سكت وبص لامي وليا ولجوز اختي والدموع في عينيه وطلب انه يقعد مع جوز اختي لوحده. وفعلا خد جوز اختي وخرج للصلاة، وبعد كده خدوا بعض ومشي. بعد ما الشيخ مشي سألت جوز اختي عن الكلام اللي قاله له. هنا بقى كانت الصدمة ان اختي وارد يكون معمول لها عمل، وارد يكون اللي عندها ده صدمة نفسية بسبب اللي حصل لها. هو في الحقيقة ما قدرش يحدد لان في حالات المس والجن اللي هو شافها او عالجها قبل كده مجرد ما كان بيقرأ قرآن كانت الحالة بتتكلم او بتعمل اي حاجة تثبت بيها انها ممسوسة. لكن في حالة اختي الوضع كان مختلف. اختي كانت لا بتنطق ولا حتى بتتحرك. كده الشيخ قال ان علاجها مش في ايده واننا مفيش في ايدينا اي نتابع مع الدكتور النفسي، وفي نفس الوقت نشغل القرآن جنبها وندعي ربنا انه يقومها بالسمع. في اليوم ده وبعد ما عرفت كلام الشيخ من جوز اختي حالتي نفسيا بقت اسوأ جدا، ومع مرور الايام ومتابعة الدكاترة حالتها ابتدت تسوأ اكتر لان اختي ما كانتش بتتحسن بل بالعكس كانت حالتها كانت بترجع اوسخ من الاول تاني. وفضلت ساكتة اختي ما بتتكلمش. صوت الانين اللي كان بيخرج منها كان بيخلينا انا وماما بنتقطع من جوانا. بس بعد مرور حوالي 25 يوم بالظبط على اليوم اللي جه فيه الشيخ وتحديدا بعد امتحاناتي يعني صحيت في يوم الصبح على صوت امي. ولما قمت من النوم وخرجت ناحية اوضة اختي لقيت امي قاعدة جنبها وهي عمالة تعيط يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي. قربت من اختي عشان اشوف مالها وساعتها كانت الصدمة. اختي ما كانتش بتنطق ولا بتتنفس ولا كان ليها اي نبض. يعني من اخر كده اختي ماتت بعد معاناة دامت لمدة شهور بسبب حادثة الشرطة نفسها ايدتها ضد مجهول. اختي ماتت وانا لحد النهاردة ما عرفتش هي ماتت بسبب سحر كان معمول لها وبسبب حادثة الحادثة، ولا بسبب حد خدها في مكان ما وعمل لها عملية اجهاض بالدقة اللي اتعملت بيها العملية دي، ولا ايه اللي حصل ليها. ما كنتش لاقي اي تفسير. وبعد ما اختي اتدفنت امي قالت لي ان اختي قبل ما يحصل لها حادثة الايجاد اللي حصلت لها دي ب3 ايام كانت بتقول انها بتشوف واحدة ست في احلامها، والست دي على مدار 3 ليالي
كانت بتحاول تسقطها. لما سمعت من امي الكلام ده كنت مصدومة، بس ما كنتش لاقية ليها تفسير. كنت عارفة ومتأكدة منها كويس ان انا كنت بشوف الست دي من وقت اللي حصل فيه احلام لحد ما اختي ماتت، ومن وقت ما اختي اتدفنت وانا بصراحة ما بقيتش اشوف الست دي، ولا حتى بقيت اشوف اي كوابيس. بس اللي شفته في الحقيقة بعد كده خلاني بقيت محتارة اكتر، وخلى علامات الاستفهام تزيد جوايا اكتر واكتر. لما رحت شقة اختي اللي بالمناسبة يعني كانت كويسة وما كانش فيها اي حاجة قبل ما اختي تسكنها ولا بعدها. المهم ان انا لما كنت بروح شقة اختي اخد حاجات اختي، لان جوزها كان سايب الشقة وطلب مني ان انا اخد هدومها وحاجتها وكده يعني. لما كنت بروح هناك كنت بلاقي قصاد عتبة البيت مية شكلها غريب، كانت مية لزجة مرشوشة قصاد عتبة البيت. والمية دي شفتها في المرتين اللي رحت فيها الشقة، وطبعا في المرة التانية سألت واحدة من الجيران أنا كنت أعرفها تحديدا، يعني الجارة اللي كانت شقتها فوق شقة أختي الله يرحمها. لما سألت الجارة دي عن المية قالت لي انها بتشوفها دايما قصاد الشقة، بس ما بتاخدش بالها ولا بتحط في دماغها انها ممكن تكون عمل او حاجة مش كويسة. وكانت بتقول لنفسها ان دي مية من مكان مسح السلم وكده. بس لما انا نزلت وسألت البواب بتاع العمارة على المية دي قال لي ان ما بياخدش باله منها لانه ما بيطلعش كتير الدور اللي اختي ساكنة فيه من يوم الحادثة، لان الدور بيتكون من شقة واحدة، وطالما الشقة كانت مقفولة فهو ما كانش بيطلع عندها كتير ولا بيركز معاها. بس اللي عرفته منه وزود علامات الاستفهام جوايا ان البواب ما كانش ماسح سلم العمارة بقاله اكتر من 3 ايام. في الحقيقة ما كنتش لاقي اي اجابات لكل الاسئلة اللي بتدور في راسي، وخصوصا بقى ان الشقة بعد ما جوز اختي سابها اتأجرت لناس وعاشوا فيها وما بقاش يظهر لهم اي حاجة غريبة. معنى كده ان الشقة كانت وما زالت كويسة، وان المشكلة كانت عند اختي. في الحقيقة سكان العمارة محدش منهم اشتكى من اي حاجة في الشقة، بس الحاجة اللي خلتني بقيت بغلي من جوايا ان جوز اختي بعد ما هي ماتت بسنتين تقريبا اتجوز بنت عمته وخدها وسافروا برا مصر. ايوه اتجوز بنت عمته اللي كانت صديقة لاختي جدا، وكانت متعودة تزورهم دايما. ومن بعد جوازهم وسفرهم انا بقى ما بقتش عارفة هل هي فعلا السبب في اللي حصل لاختي، ولا جوازها منه كان شيء عادي وملوش علاقة باللي حصل. وخصوصا يعني ان الجوازة تم بعدها بسنتين من موت اختي. في الاول انها لو هي السبب كانوا اتجوزوا في وقت قصير، بس اللي حصل ان الموضوع خد وقته وبان عادي. اني مش عارفة ومش لاقية تفسير ولا لاقي اجابة لحد النهاردة. انا لسه لحد النهاردة بعد مرور سنين مش لاقي تفسير اللي حصل لاختي، واستمر لشهور او تقريبا لمدة سنة الا كام شهر لحد ما ماتت وانا مش لاقي تفسير. لكن كل ليلة وحتى بعد ما اتجوزت وخلفت بقيت بدعي لها انا وماما بالرحمة، واتمنى كمان ان كل اللي يسمع القصة دي. في الحقيقة انا زي ما قلت مش لاقي اجابة ولا عارفة حتى افكر، لاني كل ما بفتكر اللي حصل نفسيتي بتتعب. ادعوا لاختي بالرحمة وادعوا ربنا يداوي قلب امي. وكده يبقى انا خلصت قصة ايجار شيطاني الجزء الثالث، ودي النهاية. سلام.